السلام عليكم. ان شاء الله دائما تكونوا بخير وتنتظروا فيديوهاتنا بفارغ الصبر. اليوم ان شاء الله جبت لكم فيديو او طبخه تركيه بزاف هايله. هاد الطبخه للناس اللي يحبوا الريجيم ويحبوا اكل صحي، يعني راح نديروا طبخه بالدنجان بالباذنجان. نروحوا الوصفه تاعنا. اول شيء الباذنجان تاعنا المره هذه راح ننظفوه مليح كما راكم تشوفوا فينا، ومن بعد نقطعوه. واش راح نديروه؟ نقطعوه فريت ولا مكعبات كيما تحبوا. انا هنا راح نديرو شطيطه باذنجان وفي نفس الوقت ندير الفريت. راح نقطعو على شكل فريت، يعني الحجم يكون شوي كبير وعريض، ونحطوه في الحليب والماء مده 5 دقائق. وهو في الحليب هذاك والماء، الحليب عادي استعملوا تاع الاكياس مش مشكل. هنايا الحليب راح يخلي الباذنجان تاعنا طري، ما يجيناش ناشف، وفي نفس الوقت لكان راح نقليوه في الزيت كيما انايا ما يشربناش كميه من الزيت بزاف. المهم نروحو نقطعو هنا بعد 5 دقائق نشفتو، وما تعاودوش تغسلوه بالماء، صاي خليوه كيما راه. نشفوه من الحليب هذاك برك الماء وقطعوه. انا نقطعوه مكعبات، قلت لكم راح ندير شطيطه باذنجان، قطعت كميه مكعبات كيما راكم تشاهدوا. بقينا نقطع فيه مكعبات. ومن بعد حطيناه يتغلى في زيت، ما نكثروش الزيت بزاف، نحطوه في زيت سخون. تعرفوا الباذنجان ثمثم يطيب. نروحوا نحضروا يعني حوالي 4 ل 5 بيضات مع شويه معدنوس، شويه ملح، شويه فلفل اسود، ونخلطوهم كامل مع بعض. اللي يحب يحط البيض مباشره فوق الشطيط تاعو بعد ما طيب، يعني في كسر البيض مباشره يحطها كيما راه ما يفتحوا ما والو، يدير هكذاك. هنا نخلطوا هذيك الخلطه تاع البيض والمعدنوس، قلت لكم رشه فلفل اسود، رشه ملح، ولا ما حبيتوش ديروا فلفل اسود ديروا فلفل ابيض، من الاحسن فلفل ابيض. انا كان عندي غير فلفل اسود، يعني رشه خفيفه. ونخلطوا هذه المكونات. وهنا راه بدا يتحمر لي الباذنجان تاعي. شوفوا يتحمر لكم بيان، لازم تحسوا به، يعني يولي لكم احمر كامل. راح تحصلوا على طبق بزاف هايل. يعني تعرفوا الاتراك ياكلوا تقريبا كل الاكل تاعهم صحي، حنا الاكل الصحي دائما حاطينه البعيد ما نحطوش جنبنا. هنا عندنا شليطه عادي، شكشوكه عاديه، يعني قطعت طماطيشه، شويه ملح، شويه بابريكا، شويه زنجبيل، وتبلنا هذا الصوص. وهنا راه طاب لي الباذنجان تاعي، يعني يتحمر لكم قلت لكم بيان. ومن بعد مباشره للصلصه هذيك تاع الطماطيشه تاعنا. صدقوني هذو الباذنجان صحي للناس اللي عندهم الكوليسترول، يعني فيه فوائد عديده الباذنجان. حبذا لو كنا نستعملوه دائما في الاطباق تاعنا. نخليو هذاك الشطيط حتى يوجد معنا تاع الباذنجان تاعنا. وهذه الكميه اللي خليتها راح نستعملوها فريت مباشره. نحطوا هذيك الباذنجان تاعنا في الطحين في الفرينه، يعني نغمسوه بيان في الفرينه، ونحطوه في زيت غزير باش غير ما تفوتش 6 دقائق يكون يعني يوجد معنا الباذنجان تاعنا. واهم حاجه ما يهزلكمش الزيت، لانه شرب الحليب الباذنجان تاعنا الخفه يجي خفيف بصح ما يشربش الزيت، يجيكم مقرمش. تبعوني دوك تشوفوا لاخر لحظه الفيديو معايا، يعني والباذنجان تاعكم يجيكم حلو السكر ما يجيكمش مر. خليوه قلت لكم 5 دقائق في الحليب والماء. الحليب والماء تسيحوه تلقاو الماء هذاك ولا بني تغير اللون تاعو. هنا انا نقلي الباذنجان تاعي يعني في زيت غزير وما يكونش الزيت قوي. هنا الشطيحه تاعي تاع الباذنجان شوفوا راهي راح توجد معايا، خليتها واحد 5 دقائق يعني باش تندمج كل المكونات مع بعض. وهنا
وانا بعد ما وجدت معايا شتيت حط الباذنجان تاعي، نجيب وريك الخلطه تاع البيض والمعدنوس قلت لكم، واللي فيها الملح الفلفل الاسود، ونفرغوها مباشره فوق الخليط تاعنا، ونحاولوا غير نحركوا المقلاة هكذا باش تدخل لنا البيض يعني وسط الحشو، ونخليها واحد 2 دقائق 3 دقائق ماكسيموم، نزينوها بالمعدنوس ونطفيو الغاز تاعنا، تكون الطبخه تاعنا واجده. راكم تشوفوا فيها طبخه يعني صحيه ما شاء الله. الناس اللي يحبوا يديروا الحميه يكثروا من اكل الباذنجان، ولكن يطبخوه الطبخ الصحي يعني، حتى وديروه في الزيت. في الزيت عنده الطريقه تاعو باش يتقلى، باش ما يهزلكمش كميه من الزيت. والزيت توجور اللي نقليو فيه الباذنجان نقليو في الزيت يعني نظيف، يعني نفرغوه مباشره من القاروره للمقلاة. وهذا هي الطبق تاعنا تاع اليوم. كان شطيط باذنجان وكانت فريت بالباذنجان، يعني طبختنا اليوم كامل باذنجان. هذه هي النتيجه اللي حصلوا عليها، صدقوني ما شاء الله رائعه جدا هذيك الشطيطه. وهذه هنا شوفوا كيف خرجت لنا ثاني، اللي درناها فريت. نزينوها بالمايونيز بالهريسه، لكم الاختيار. وعلموا ابنائكم ياكلوا الحاجه الصحيه كيما الخضر، علموهم ياكلوهم. وحنا ان شاء الله نحط لكم اطباق خضار صحيه. وهذا هو الباذنجان تاعي، شوفوا كيف جاني مقرمش. الزيت تقول ما تخلاش في الزيت، كان جيتو قدامي الحبه ذو وكان ذقتوه معايا. البنه تاعو ما نحكي لكمش عليها. ودائما اختاروا الباذنجان جديد، يعني ما نجيبش الذابل ونخدم به، نجيب حاجه جديده. كان طبق تاعنا شطيط باذنجان، حطينا معاهم مايونيز هريسه، وقدمناها لكم بهذا الشكل. صدقوني هذا الصحن تاع الفريت تاع الباذنجان كامل يعني اتكل، ما بقاش ترموج، جا بنين بزاف، جا السكر ما يجيكمش مر نهائيا. تبعوا طرق تنجحوا فيهم ان شاء الله. وشوفوا الباذنجان تاعنا كيفاش يجي، يعني ما يجيش طالق روحه وشارب الزيت، يجيكم كروستيو. وهكذا لحقت معكم نهايه الفيديو. كان الميني تاعنا اليوم يعني 2 اطباق، نتمنى ان شاء الله تجربوهم وتشوفوا النتيجه تاعهم. كانت شطيط باذنجان وفريت باذنجان يعني بدون لحوم، تتحصلوا على نتيجه شابه بزاف، راح تعجبكم كامل ان شاء الله. وما بقى لي غير نقول لكم نلتقي فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندي ملاحظه فقط، اللي يحب يستفاد يتبعنا، يجي نهار ويلقى كامل هذه النصائح اختفوا. يجي ممكن وقت الناس ما يمدوكمش نصائح لا في الطبخ ولا في الحلويات، انتم خبيوا هذه النصائح وخبيوا هذه الفيديوهات، يجي نهار تستعملوهم وتطبقوا النصائح اللي فيهم باش تنجح معكم اطباقكم في المطبخ.